لكن مغادرة رياض محرز من قبله غوندوغان كم سيؤثر على مانشستر سيتي؟ ودائما تحدثنا عن السيتي في الموسم الماضي خالدون أنه مضرب المثل في دكة البدلاء، بأن دكة البدلاء موازية للأساسيين. كم سيتأثر السيتي بهؤلاء المغادرين؟ يعني القاعدة الرئيسية في كرة القدم أنه ألا تفقد 3 نجوم مؤثرين في نافذة واحدة، يعني أكثر من ذلك قد يعاني الفريق. لكن اللي فعله السيتي حتى الآن فقد محرز وغوندوغان، ربما في حديث عن رحيل كايل ووكر، وهذا قد يصبح 3 لاعبين. لكن الذي تفعله إدارة السيتي دائما أن هناك في بدلاء جاهزين على طول لتغطية الغائبين، يعني غوندوغان رحل من هنا جلبوا كوفاسيتش من هناك. في حديث عن رحيل ووكر، أعتقد هناك مفاوضات جارية مع لايبزيغ لمحاولة ضم غفارديول. وأيضا إذا محرز بعد رحيل محرز إلى الأهلي السعودي، أعتقد في هناك مفاوضات جارية الآن مع كريستال بالاس لضم أوليسي، وهو شاب صغير صاعد، واعتقد هو قد تتم صفقة خلال الأسبوع المقبل يعني. لكن هذا ما يحدث دائما مع السيتي، يجروا صفقاتهم بهدوء تام وبدون شوشر. وأيضا حتى الذي يريد أن يرحل من النجوم مثل ما قال اليوم غوارديولا، يعني إحنا لم نرد أن نبيع من رياض محرز، لكن من الصعب أن نقول له ارفض هذا المبلغ الكبير الذي جاءك، كنا علينا أن نوافق لأنه هذا لمصلحة اللاعب. فالسيتي وغوارديولا بالتحديد دائما لا يرفض رحيل النجوم إذا أرادوا ذلك، لكنهم دائما جاهزين لتغطية الغيابات يعني بدون أي مشاكل على الإطلاق. طيب، تحدثنا عن السيتي، هناك كذلك حديث منير تحدث عن لفترة طويلة يعد امتيازا حقيقيا على الصعيدين الشخصي والمهني كما قال هذا اللاعب عن غوارديولا، وما قدمه لهذا اللاعب الشيء الكبير. ويبدو بأن هذا الكلام لم يأتي من فراغ بكل تأكيد عندما يتحدث لاعب عن مدربه بكل تأكيد. نعم، يعني اللي حصل حقيقة أن غوارديولا وإدارة السيتي كافأوا هذا اللاعب، لأنه فعلا عندما جاء قبل 3 سنوات من بورنموث كان ينظر إليه على أنه احتياطي، على أنه فقط مجرد احتياطي رخيص بعض الشيء، رخيص الثمن عفوا، بأنه لا يكلف كثيرا براتبه، وبالتالي بإمكانه أن يحل مكان النجوم عندما يراد أن يرتاحوا يعني. لكن اللي حصل أنه أصبح أساسيا خصوصا الموسم الماضي، بل أكثر من ذلك بأنه تأقلم وتفاعل بشكل إيجابي جدا مع كل التغييرات التكتيكية التي أدخلها غوارديولا، خصوصا بقصة لعب الظهير في ملعب في مركز لاعب الوسط، وهذا الأسلوب الجديد الذي يتطلب حتى من قلب الدفاع القيام بأدوار معينة، اللعب إما 4 دفاع أو ب3، كلها أداها أكي بشكل رائع وبارع، بل حتى قام بدور الظهير الأيسر عندما يعني بيع زينشينكو، وكانت هناك مشكلة فيرلاند مندي الذي غاب لشهور وسنتين، في الواقع غاب بسبب محاكمته، وبالتالي كان أكي لعب هذا الدور الذي أرضى غوارديولا بشكل كبير. فكانت المكافأة ل4 سنوات، لا ننسى أنه عمره 28 سنة. لكن إذا تحدثنا كيف أحرز السيتي ثلاثية تاريخية أو فريدة الموسم الماضي، سنقول أنه نايثان أكي لعب دورا رئيسيا رغم غيابه لبعض المباريات بسبب الإصابة، لكن كلما كان لائقا كان يلعب دورا أساسيا. وطبعا الآن ارتفع راتبه، وهذا كان صحيح مصدر سبب التجديد، فأصبح 160 ألف جنيه استرليني في الأسبوع. طيب. وهو يستحق هذا المبلغ بكل تأكيد. طيب، ابقاء على أكي بكل تأكيد متميز للسيتي، وبالتالي تنهاخ يريد هذا اللاعب، هو الرقم 1 بالنسبة لتنهاخ كمهاجم الآن. وبالتالي هل نعتقد بأن تنهاخ الآن قطع شوط كبير جدا في فترة الانتقالات الصيفية بأونانا بماسن ماونت بهذا اللاعب إن تمت هذه الصفقة؟ نعم، هو لاعب مميز، لاعب لسه صغير في السن، نقولوا هذا هالاند الجديد، لأنه حتى في الاسلوب تاعو نقولوا ما نقولوش يعني شبيه، ولكن قريب من الاسلوب تاعو. لاعب مهاجم يعني بخاصيه المهاجمين يعني العصريين، لاعب اللي ممكن يعطي اضافه كثيره
المانشستر يونايتد. بالنسبه لي انا هي صفقه رابحه، صفقه اللي حتعطي اضافه للفريق، صفقه اللي بالنسبه لي ان حتى على مستوى السن، لان لما كتجيب لاعب في سن صغيره فانت كتربح المستقبل، كتربح الحاضر والمستقبل. فبالنسبه لهذه الصفقه انا بالنسبه لي صفقه ناجحه وصفقه مفكر فيها بطريقه ذكيه. نعم. طيب خلدون، الان هذه الصفقه الملاحظ بها بهذا اللاعب الصغير في السن قد تصل الى 72 مليون جنيه استرليني، وبالتالي هو يبدو بانه خيار لتنهاخ قدوم هذا اللاعب الذي بدأ مع كوبنهاجن ثم شتورم غراتس ثم اتى الى اتلانتا والان الى مانشستر يونايتد، الى هذا الفريق الكبير. على ماذا يراهن تنهاخ في هذه الصفقه بهذا اللاعب؟ يعني احنا من الموسم الماضي ونحن نعلم ان مانشستر يونايتد يفتقد الى راس الحربه، الى مهاجم صريح. نعم، راينا المشاكل التي حدثت مع كريستيانو رونالدو وبعدها قادت تلقائيا الى رحيله، راينا رحيل ايضا كافاني في الصيف الماضي، وبالتالي مع قدوم إريك تين هاغ الى الفريق يعني هو جاء الى فريق لديه مشاكل في قلوب الهجوم، وايضا مع عقوبه ابعاد ميسون جرينوود عن الفريق، فبالتالي وجد نفسه مضطرا الى محاوله ايجاد قلب هجوم الى درجه ان استعاروا فيك هورست الهولندي الذي لم يكن على قدر التوقعات. لكن الاولويات في سوق الانتقالات الحاليه كانت من المفترض ان تكون راس حربه، لكننا تفاجأنا بانه مانشستر يونايتد صرف 65 تقريبا مليون جنيه استرليني لضم ميسون ماونت، ومن بعدها ضم الحارس اندري اونانا باكثر من 50 مليون جنيه استرليني، مع العلم بان ميزانيه النادي هي 120 مليون جنيه استرليني بحسب الحسابات. فبالتالي صارت هناك مشكله، اي ان على يونايتد ان يبيع عدد من لاعبيه مع تعنت اتلانتا بتخفيض سعر اللاعب هويلاند. طبعا كانت الاسماء الاوليه التي ارتبطت مع يونايتد كانت اوسيمين من نابولي وكانت هاري كين من توتنهام، لكن الاسعار كانت مرتفعه، فصار الخيار البديل هو محاوله ضم هويلاند الذي اعتقدوا بان بامكانهم الحصول عليه ب 40 او 50 مليون، وايضا كان في هناك اعتقاد بمحاوله ضم راندل كولومواني من اينتراخت فرانكفورت ايضا كخيار بديل، لكنهم صدما بان الاسعار حتى عاليه جدا لهذين النجمين الصغيرين. لكن على يونايتد ان يبيع بعض اللاعبين، لكن إريك تين هاغ يراهن انه حصل على جوهره ثمينه 20 سنة قادر ويبذل الكثير من الجهد عنده، وهذا هو مربط الفرس. أن إريك تين هاغ جلب لاعبا قادر على الركض وتطبيق خطته بإغلاق المساحات على الخصوم، وطبعا اللعب إلى جانب أنتوني أو راشفورد بأريحية تامة، وهذا ما يريده رغم أنه قصة تسجيله الاهداف ليست غزيره، يعني لم يسجل اعتقد سوى 12 هدفا مع اتلانتا، فهي ليست كثيره، لكن بالامكان ان يتحسن هذا الامر مع وجود لاعبين ربما افضل في يونايتد. طيب خلدون، ثالث صفقات كما ذكرنا والحارس اندري اونانا نفذ جزء من الصفقات الصيف، هل سيكتفي اليونايتد بهذه الصفقات؟ هل هي ملبيه للطموحات ام ننتظر المزيد برايك؟ نعم، ارتبط اسم يونايتد للغرابة أيضا مع النجم المغربي، محاولة ضم النجم المغربي سفيان مرابط من فيورنتينا. طبعا هذا أصاب البعض بالدهشة أنه أنت ليش بدك لاعب وسط يعني، لكن يبدو أن هناك محاولة لبيع عدد من لاعبي الوسط بينهم فريد ومكتومني، وبالتالي سيكون بحاجة إلى لاعب وسط، وهناك حديث على أنه تم اتفاق ما بين يونايتد وفيورنتينا على 30